يعني الكوري زبون زي أي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم على قصة أم كريم الذي تزوج الكوري وتشتكي من الآن بصفحة التواصل واشتهر الفيديو كثير. دخل يراسلون المتابعين والأصدقاء والمعجبين، ناس كثير دخلوا يراسلونا: يا أبو إيلاف أنت شاعر يمني حر، اتفاعل مع أختنا اليمنية أم كريم، اتفاعل مع قضيته، وصل قضية الرأي العام، سجل فيديو. يا جماعة الخير، أنا أعتذر منكم، صح إنها يمنية، عارنا اليمنيين كلنا، لكن هي ليش تزوجتوا؟ طيب أنت الحين لما تسرحي تتزوجي إنسان لا تعرفه ولا تصرفوه. البنات اليمنيات أغلب البنات يسرحين يتزوجين ما يشتين إلا لأمريكا، لا الصين، لا فلان، لا مكان كذا، لا مكان كذا. يرفضين كم من يمني رجال، كم من يمني رجال بيشيله فوق راسه، لكن من قشاعتهن واللي يحب المال يرجو من بنفسهم للتهلكة. وهذه واحدة عبرة تكون لكل اليمنيات. وأنا أنصح خواتي اليمنيات بشكل عام بالجمهورية اليمنية وخارج الجمهورية أنهم يتعلموا من الأخت هذه درس للحياة. واعتذر من جمهوري لعدم تفاعلي، لأن القضية تزوجت لي أجل مال، يعمر لي بيت وكذا وكذا وكذا. أكثر شيء الآن انتشر عندنا باليمن ما يشتين الزوجين لأمريكا، لا مدري وين، لا مدري وين، يرفضون كم من رجال، كم من يمني أصيل جيد بن فلان. ليش اليمنيين تروحوا تسألي على أبوه قده وتخرجوا له قريته تسألوا لسابع عرق؟ كيف ترقموا بأنفسكم للتهلكة؟ أنا أحملك الغلط، أنت أحملها الغلط، أحملها هي، لا نحمل الغريب. الغريب ما يعرف تقاليدنا وعاداتنا وإسلامنا وديننا الصح. عندما تقول ضربه وقالوا له أن الضرب ديننا حلال، يعني إنسان قدد على الدين، على الإسلام، على دين الإسلام. الغلط منك، ليش تتزوجوا ما تعرفي سيرته ولا أصله ولا فصله ولا منو أبوه قده أبوه عمه خاله؟ ليش اللي عندنا باليمن يعني تفصفصوا العظم حقه لا سابع عرق؟ يا جماعة الخير، تكون هذه الأخت عبرة لباقية اليمنيات. تعلمين يا أخواتي، تعلمين الحياة. شوفن لا وين آخرتكين، شوفن لين آخرتكين. نحن والله العظيم نحن نزعل عليكم كمينيين، والله نحن نزعل عليكم، والله نحن نزعل. لكن لما تقدر ترقمي بنفسك عشان مال وقشع وطمع، مش صح يا أخواتي، مش صح. في من بلادك في يمنيين، في رجال، مش عيب الفقر عمره ما كان عيب. همش رجال يعولك ويعول أسرتك. لا تفكرينش بالمال والخارج، لا تتعلمش من المسلسلات. المسلسل ولا الأفلام مدته إلا 30 دقيقة، يمثلوا ببياسة مأجورات، كل الممثلات مأجورات والممثلين. لا تتعلموش، هو مسلسل مدته ساعة 30 دقيقة وانتهى. هذه الرومانسية والحب والعلاقة هذا كله تنتهي، لا مسلسل أو فيلم ينتهي 30 دقيقة، يعني مش صح. تعلمين، تصدقنش المسلسلات. افتحي لك مصحف بيتك، اقرأي، تعلمي، انتظري لما يجي لك رجال من حلال، من أهلك، من أسرتك، من قريتك، من جيرانك، يعني تعرفوا من يربطوه من يضبطوه. أما ترقموا بأنفسكم بالتهلكة. المهم، أنا أعتذر من جميع المتابعين، من جميع الجمهور الذي دخلوا يراسلونا تفاعل بقضية الأخت أم كريم. أعتذر أنا عن عدم تفاعلي، على سبيل ناس تكون عبرة. هذا الشيء ما يرضيش إحنا كيمنيين، لكن المسألة كلها يتزوجتوا عشان طمع وشعب بياس، علشان مصالح. سلامتكم.